السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هعمل لكم عدس. هنحط عليه كوسة ان شاء الله بطريقة حلوة اوي هتعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة عندنا ربع كيلو عدس. ده انا جايبه ربع كيلو غسلاه كويس قوي، منقياه ومغسلاه. وعندي هنا بابريكا وكزبرة ناشفة، وعندي فلفل اسود وكمون، وعندي 2 ماجي لو مش عايزه احطي ملح مفيش اي مشكله. بعد كده عندي هنا اهوت 2 طماطم، عندي 2 طماطم، وعندي بصلايه، وعندي قرن فلفل. عايزه تحطي حامي برضو عادي. عندي هنا جزرايه، عندي هنا نص كيلو كوسه. ما تستغربيش، نص كيلو كوسه على ربع كيلو عدس، وهتشوفي طعم العدس هتقولي اول مره ادوق بالجمال ده. تابعيني ان شاء الله وهتشوفي. وعندي هنا كوبايه شوربه، لو مش عندك عادي ممكن ميه بمكعبين ماجي او بملح، هتبقى زي الفل ان شاء الله. خلاص، انا عندي هنا حله هنقطع فيها المكونات دي وارجع لكم. انا هنا قطعت المكونات كلها زي ما انتم شايفين كده. ادي الكوسه، وادي تحت البصل والفلفل والجزر، كله حلقات كده مع بعضه. كل ده هيتضرب في الخلاط. هنحط بقى كده العدس. قلنا ربع كيلو عدس. بسم الله الرحمن الرحيم. نقيه كويس وغسلاه. خلاص، مش هنقلبهم ولا حاجه. هنحط توابل زي ما قلنا، كزبره ناشفه، ومعلقه بابريكا، معلقه صغيره، وعندي هنا مكعبين ماجي زي ما قلنا لو مش عايزه خلاص. هنا عندك فلفل اسود وكمون برضو معلقه، وننزل بالماجي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنحط الشوربه زي ما قلت لك، دي شوربه لحمه، وزي ما قلت لك لو عايزه من غير شوربه مفيش مشكله. احنا هنغطي بس الخضار ده كله ونحطها على النار. انا كده حطيت كوبايه الشوربه زي ما وريتها لكم، وحطيت 4 كوبايات من المج دي. خلاص، انا غطيت كده كل الخضار. هروح بيه على النار عشان يستوي. وهنحط كمان معلقتين صلصه. دي انا صلصه كنت عاملاها، لو عندك علب مفيش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب زي ما قلت لكم. هنروح على النار لحد ما الخضار كله ده يستوي مع العدس. ادي هنا العدس بعد ما خلص. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى بالشكل ده كده العدس استوى والخضار كله استوى. هنضربه في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم يبرد شويه لو الخلاط بتاعك ما بيستحملش الحراره. هنضرب انا عندي هنا معلقه سمنه بلدي او اي سمنه انت تحبيها مع معلقه زيت. هنحط كبشتين كده
بتاع معلقتين او 3 شعريه. مش هنكتر عن كده عشان ما تتخنش، عشان العدس ما يبقاش تقيل معاكم. نحمرهم. بعد الشعريه ما احمرت بالشكل ده كده، اللون ده، هننزل عليها بالعدس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا كملت بقيه الكميه. بسم الله ما شاء الله، الربع كيلو عدس عامل لنا ما شاء الله حله قد ايه. احنا بس هنستنى لحد ما الشعريه دي تستوي. اللي حابب يكتر في الشعريه مفيش مشكله، انما انا الحمد لله كده قوامه حلو قوي. اللي عايز يخفف عن كده ماشي مفيش مشكله، بس اهم حاجه تستنى عليها لما الشعريه تستوي ان شاء الله. نوطي عليها بقى ونسيبها مع نفسها كده تستوي شويه. هنا هي خلاص كده بسم الله ما شاء الله الشعريه استوت اهي. اللي عايز يخفف عن القوام ده مفيش مشكله. انا هشيلها وهنجيب معلقه من الثوم، بس معلقه محترمه كده، مع معلقه سمنه او زيت اللي انت عايزاه. عندنا معلقه برضو، معلقتين من الكزبره الناشفه هنحطها دلوقتي شويه بس كده على بال ما الثوم ياخد بس تشويحه بس بسيطه كده. نحط شويه زيت عشان السمنه ما تتحرقش. ادي معلقه برضو. في المرحله دي هنحط معلقتين كزبره. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقتين محترمين كده زي ما بنعمل الطشه بتاعت الملوخيه بالظبط، هتدي طعم تحفه جدا للعدس. حاجه دعوه حلوه ان شاء الله كده، جربوها وهتعجبكم جدا. بعد ما احمرت اللون ده كده نرص عليها اول في التحمير عشان التومه ما تمررش. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل على الحله كده. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب. انا مش عايزه شهقه زي الملوخيه ولا حاجه. الف هنا. خلاص كده. اغرفها لكم. وادي هنا بعد ما استوى حطيت معلقه سمنه بلدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب. وادي هنا العدس خلص. بالهنا والشفا. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.